لو ولادك مش بتحب الكوسة يبقى الفيديو ده ليكي. بعد الفيديو ده هيغيروا فكرتهم تماما 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 عن الكوسة وهيحبوها. هي مغذية جدا 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 ومفيدة جدا جدا، بس مشكلة ولادنا ان هما مش بيحبوها. بتركاية بسيطة جدا جدا النهاردة هنغير طعمها وريحتها وشكلها. يعني هتحسيها مشوية، هتحسيها متحمرة، ليها طعم كده مختلف عن ما تكون في الحل. يلا بينا نسمي ونشوف هنعمل ايه. انا معايا كيلو كوسة، معايا ربع كيلو من الطماطم، معايا نص فلفلاية حمرا، معايا فلفلاية خضرا، معايا توم، ومعايا بصلتين. هشيل البصلة الكبيرة هخليها على جنب وهقولك ليه هعمل بيها ايه. وهشتغل بالبصلة الصغنونة وهحط 3 فصوص توم. هقطع كل الحاجات الحلوة دي وفي الشفشق وهحطها. بدل ما ازودها مية، كان عندي شوربة لحمة خدت نص كوباية منها كده حلوة ورحت نازلة بيها. ما عندكيش شوربة مفيش اي مشكلة، حطي مية، بس انا كان عندي شوربة فطبعا ايه يعني افيد للولاد. هنزل بشوية فلفل اسود حلوين كده وشوية بابريكا وربع معلقة من السكر يا سكر انتي. وهنزل هنا انا عندي البرطمان ده فيه شوية توابل كده، خلطة كاملة على بعضها، السبع بهارات وخلطة حلوة كده متولفة، ست الكل بتعملها لي ربنا يخليها لي. حطيت منها معلقة وطبعا فيها ملح. هضرب كل ده في الخلاط وهحطه على جنب. مسكت الكوسة بتاعتي الحلوة دي سرحت لها كده او شرحتها كده زي ما انتي شايفة، وهروح غسلاها ومقطعاها حلقات، قطعيها بالورب زي ما انتي عايزة قطعيها. عندي حلة او طاجن او بايركس زي ما انتي عايزة، بس حاجة تكون بتخش الفرن. قطعت هنا بصلاية جوليان زي ما انتي شايفة، حلقات كده هنقطعها وهنزل عليها بنفس التوابل اللي نزلت فيها بالخلاط. هنا انا هحط ملح، انا هناك ما حطيتش ملح، انا حطيت ملح اللي مع البهارات، لكن هنا هحط ملح ابيض عادي والبابريكا. ويا سلام بقى لو ما عندكيش اطفال وتروحي بقى ايه حط عليها نص معلقه شطه كده، بس للاسف عشان ولادي انا ما حطيتش. هنزل بالكوسه الجميله بتاعتي، شايفين لونها؟ وبجد 20 دقيقه بالظبط او 30 دقيقة بيكون الطاجن ده مستوي وزي الفل معاكي. تاخدش سوا الكوسة انتوا عارفين، وقلبناها. ويا ريت على قد ما نقدر نحاول ندخل الخضار لولادنا والحاجات المغذية زي الكوسة والسبانخ والبتنجان، ما حطيتش وخصوصا في الجو مادة دهنية والايام عشان اللي احنا خاطر فيها الكوسة دي. بتاعتي. يا جماعة احنا كلنا اللحمة بنعرف نعمل بتاعتي كان الاكل، بس فيها هي الفكرة ان دهون. احنا بنغير بصوا بقى او الحلاوة، بندي تريكات بصوا بسيطة لون الكوسة. بتغير من الطعم وعايزة اقول عشان لكم ما خاطر كانتش الولاد مهرية وبنجدد منه. وكان طيب انا طعمها هنا نزلت تحفة. بالخليط حطيتها في بتاعي. الفرن لو درجة عندك حرارة لحمه مفرومه 180. حطي، انا كان قعدت عندي لحمه معايا بالظبط مسلوقه 25 حطيتها كده، دقيقة، نص ساعة كانت بالكتير، مسلوقه بنسبه وكانت 70 طالعة بالجمال 80%. ده. سيبكم واللحمه عندي بالشكل، كانت الريحة سمينه كانت شويه، تحفة. عشان كده انا ما بجد حطيتش كانت اي ماده خطيرة دهنيه. خطيرة خطيرة. دخلتها الفرن ما شاء الله على بألف درجه هنا وشفا على حراره، قلبهم. قعدت معايا من خلصوها وبجد 25 ل جربوها. 30 ولو دقيقه. وصلتوا لغاية هنا بصوا صلوا على الرسول الريحه عليه أفضل كانت الصلاة وهميه، والسلام. وادعموني وكانت ني في ني، بلايك واحتفظ حلو بالقيمه وكومنت الغذائيه منكم. بتاعتها. استودعتكم في وطبق رعاية الله. ينفع كانت معاكم للدايت، نور من ينفع قناة ليها للولاد، طعم تاني صحي مع نور. ومفيد جدا السلام عليكم. جدا جدا. بجد يستاهل لايك. يلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. كانت معاكم نور من قناة ليها طعم تاني. اوعي تنسي تحطي اللايك عشان بجد الفيديو يستاهل منك احلى لايك. استودعتكم في رعاية الله والسلام عليكم.